أهلا وسهلا. لو فكرنا في فكرة الحرية وفهمنا لفكرة الحرية، هتلاقي إن على طول أفكارنا بتدور في مربع إن الواحد يعمل اللي هو عايزه. والحقيقة المعنى ده صح. بقرا في كتاب اسمه الإسلام بين الشرق والغرب، وطبعا الإنسان الرائع الجميل علي عزت بيكوفيتش. واللي ما يعرفش الراجل ده يا جماعة يخش يجوجل عليه، الراجل ده راجل عظيم الله يرحمه. فهو بيتكلم في فكرة الحرية وبيقول إن الحرية هي من أساسيات الإنسان، اللي هي الحاجة اللي بتميز الإنسان عن باقي المخلوقات. طيب بس هي إيه الحرية؟ الحرية هي التكليف. ركزوا معايا شوية بقى. فكرة إن أنت مخلوق عندك القدرة إن أنت تختار تمشي يمين ولا شمال، أو تعمل حاجة وما تعملهاش، أو تعمل الخير وتعمل الشر، هي دي أعلى درجات الحرية. لأن كل المخلوقات التانية ربنا ما ادهاش الفرصة دي، أو ما ادهاش التكليف ده، أو ما ادهاش الحرية دي. وكل مخلوق اتخلق هو بيعمل حاجة. النحلة اتخلقت بتشتغل بطريقة معينة، الحيوانات اتخلقت بتشتغل بطريقة معينة، هما they have no choice. لكن انت كإنسان ربنا اختار هذا المخلوق ان هو يكون عنده حرية الاختيار. ففكرة الحرية مرتبطة بالاختيار. فلما تكون انت انسان ما عندكش القدرة على الاختيار، يبقى سلبت حريتك. وفي نفس الوقت المعنى بتاع الحرية ده مش معناه ان انت تعمل اللي انت عايزه، لا. هو معنى الحرية هو ان انت مكلف، وان انت عندك القدرة على الاختيار. هي دي اسمى درجات الحرية، ان انت تكون قاعد وعندك الاختيار ان انت تعمل كذا او ما تعملش كذا. فهو بيقول ان الفكرة دي فكرة اصيلة في الانسان، ان انت تكون فاهم ان حريتك دي ان انت بتختار، ده اكرم حاجة ربنا اداها لاي من مخلوقاته. احنا المخلوق الوحيد اللي عنده القدرة دي. فهي فكرة عبقرية وبتخليك ان انت تعيد النظر في فكرة الحرية وفهمك للحرية. الشباب وفي سن الشباب بتلاقي ان انا حر اكسر الدنيا واعمل اللي انا عايزه، صح. بس هو انت لازم تكون فاهم ان ده ليه تبعات، وان اختياراتك دي هي ده تكليف. اختياراتك مش سبيس تعمل فيه اللي انت عايزه، لا، هو ده تكليف. فلازم تكون فاهم قوي ان لما ربنا ادالك الحرية دي، هو اداها لك بشكل من التكليف، بشكل من الريسبونسبيلتي. المعنى ده مهم قوي لو قعدت فكرت فيه. شكرا جزيلا ونشوفكم على خير.